شكرا لجواد واهلا بكم مرة اخرى مشاهدينا الاعزاء. شوط اول تاريخي في استمرار لرحلة تاريخية يقدمها منتخب المغرب حتى الان، المنتخب الذي اسعد ولا يزال كل العرب في تجربة تاريخية حتى الان ينتهي نصفها الاول على مستوى هذه المباراة في استاد ثمامة بهدف دون مقابل. هدف رائع، هدف جميل وتقدم مستحق لمنتخب مغربي قدم أداء رائعا في شوط المباراة الأول. أسود الأطلس تزأر في شوط أول من هذه المباراة. هدف رائع لنصيري، هدف تاريخي لمهاجم نادي إشبيلية. منتخب المغرب في ارتقاء لا يوصف، ارتقاء قد يجبر كل منازل التي تسكن في المنطقة المحيطة باستاد الثمامة إلى رفع سور المنزل بسبب ارتقاء نصيري. قدم لنا نصيري في هذا الهدف ربما أجمل وأعلى ارتقاء في هذه البطولة حتى الآن، مسجلا واحدا من أجمل أهدافها ومرسلا فرحة لا توصف في كل أنحاء المغرب من شمالها إلى جنوبها، من شرقها إلى غربها. في شوط أول انتهى بتقدم مغربي بهدف دون مقابل. هذه فرحة بسيطة من آلاف الفرحات. من الرباط العاصمة لبقية المدن المغربية احتفل الجميع بشوط أول بتقدم مستحق. كذلك الوضع في فلسطين الحبيبة وفي غزة، حيث اجتمع كل الفلسطينيين خلف المنتخب المغربي في هذه المهمة العربية التي ينجح منتخب المغرب في نصفها الأول. كذلك الوضع أيضا في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث الآلاف من المغاربة يفخرون بمنتخب بلادهم بعد أن أخرج الإسبان البلاد التي يقيمون فيها. وكذلك الوضع بالنسبة لبروكسل عاصمة بلجيكا بعد أن حقق المنتخب المغربي انتصارا على منتخب بلجيكا، هو يبني الشوط الأول متقدما بهدف دون مقابل في شوط أول رائع. من الارتقاء الجميل كابتن محمد أبو تريكة النصيري إلى العرضية الرائعة من البديل الممتاز يحيى عطية الله. يعني شوط مميز، الفريق الافضل متقدم في النتيجه. هو المنتخب المغربي بيلعب بطريقه ذكيه يا محمد، بنرفز المنتخب البرتغالي، حارمه من المساحات، حارمه من الوقت، واستغلال الاطراف دايما اللي موجوده عند يحيى وعند حكيمي، فمقدم شوط مميز ومختلف عن اسبانيا. ولما بالكوره ما بيخافش يروح لقدام وباكبر عدد من اللاعبين، وده ميزه كويسه قوي. ما بيشتتوش يا محمد، التمرير القصير، الخروج من الدفاع بالكرة، التدرج السريع، ايقاع الكرة السريع، تغيير اللعب من الشمال لليمين، فمدوخين البرتغال ومنرفزين وسبعات وكعوب وبتاع. فدي تعصب الفريق المهاري، الفريق اللي متعود دايما ان الكرة تبقى موجودة عليه او موجودة معاه. ضغط موجود، الضغط العالي، مفيش تشتيت، الكرة القصيرة من الشمال لليمين، مفيش حد عندهم ثقة كبيرة في نفسهم. غير تغيير اللعب، تجميع اللعب من الشمال لليمين، الموجودين في المساحات الضيقه، الوان تو، الكعوب على طول، اللمسه واحده، الوان تاتش، وتغيير اللعب باكبر ضرب 6-7 لاعبين من المنتخب البرتغالي. كاكا توقعت شوط اول مفتوح كثير فرص، فقد كانت هناك فرص كثيره في الشوط الاول. نعم، نحن رأينا بالتأكيد مباراة مفتوحة، وبعد هدف المغرب ستكون المباراة مفتوحة أكثر مما توقعته. كذلك ما يبهرني في هذا الفريق هو مدى تنظيمه وانضباطه، كذلك فعلا يجازون بهذا الهدف المستحق بفضل هذا الانضباط والتنظيم. طارق، بالنسبة لنا أقوى منظومة دفاعية في كأس العالم للمنتخب المغربي، لأنه أولا لعب على مراحل. بداية أنه ضعفوا هجوم فريق المنتخب البرتغالي، ما شاهدناش المهاجمين في الشوط الاول، محاصره قويه على المهاجمين، ثم اللاعبين في وسط الميدان والهجوم. ان اخراج الكره واللعب على المهاجمين عزلوا المهاجمين، ما عندكش امكانيه باش تلعب في ظهر المدافعين. اصبح يلعب المنتخب الاسباني، المنتخب البرتغالي، الكرات العرضيه مبهر الارتقاء، صحيح، علم العارضه ما شاء الله تبارك الله، ممتاز. ثم اصبح يلعب الكرات العرضيه، الكرات العرضيه في صالح المنتخب، اصبح بطيء المنتخب البرتغالي، خرج المنتخب من المباراه. ثم المرتدات، لعب المرتدات، والمرتده جات في الوقت المناسب قبل دقيقتين او 3 دقائق المباراه، ودخل فايز 1-0. اعتقد ان المباراه صعبه جدا باش تكون على المنتخب البرتغالي في الشوط الثاني. يصير اول لاعب يسجل في المونديالين، ينضم الى اسماء كبيره، بصير كماتشو والكثير من الاسماء التاريخيه. صحيح،
هدفين في هذا المونديال مع هدف في المونديال السابق، يصبح كأول لاعب عربي يسجل في نسختين من كأس العالم. مغربي صحيح. شوط مثالي محمد على كل المستويات ورائع. واضح ان حتى رونالدو ملك الجنب انبهر من جنب نصيري. وافضل سيناريو كما قلت لنهاء الشوط الاول هو تسجيل الهدف مع نهاية الشوط الاول. توقيته جد مهم جدا. الارتقاء اليوم أشيد يحيى عطية الله مقدم مباراة في المستوى، رغم أن كان بعض التخوف، لكن اليوم مقدم مباراة كبيرة. وناحي في وسط الملعب أحد أفضل اللاعبين، لاعب مهاري، لاعب سريع، لاعب يعطيك دائما الأفضلية، يعطيك الحلول. يجب كما قلت دائما اللعب بنفس المستوى ونفس التركيز، عدم إعطاء المساحات محمد، ومحاول تسجيل هدف ثاني مع بقية الأمور، لأن الآن ستصبح المساحات أكثر. الخروج المرتدات مهم، دور زياش ودور بوفال اليوم كبير، لازم نسجل هدف ثاني إن شاء الله. بعد ارتقاء تاريخي لنصيري، خرج المنتخب المغربي بما أراد وربما أكثر في شوط أول، وجه فيه رسالته للجميع: انظروا ليس فقط لي بل فلينظر كل العالم لما تحققه وتقدمه المغرب حتى الآن في هذا المونديال، من نظرات الاستغراب وربما الإعجاب من كريستيانو إلى فرحة عربية في كل مكان وفي مختلف المدن. في شوط أول انتهى بما أراد المغاربة وربما أكثر من ذلك. يوسف، ما هو المنتظر الآن بعد هذا التقدم؟ أول شيء المنتظر كما قلت اللعب بنفس الأسلوب، نفس الطريقة، نفس التركيز، عدم ارتكاب الأخطاء، اعتماد دائما على المرتدات أكثر، لأن الآن المنتخب البرتغالي سيندفع أكثر، تكون مساحات. لو ننجح في تسجيل هدف ثاني ممكن نقتل المباراة. وهذا الهدف الثاني كان يسجل في الدقائق الأخيرة من الشوط. كان عنده إمكانية باش يسجل هدف ثاني، يعني باش يلعب بثقة أكثر من المنتخب البرتغالي. المنتخب البرتغالي باش يدخل المباراة خائف من الهزيمة، باش يلقى صعوبات كبيرة، لازم منظومة دفاعية تلعب مثل بالشوط الأول. وناحي بصراحه قدم مباراه كبيره، اللاعب هذا يلعب بثقه كبيره، ان شاء الله اللاعبين الكل يلعبوا مثل أناحي في الشوط الاول. ربما الظروف الان تجعل الضغط على سانتوس لاعطاء كريستيانو رونالدو دقائق اكثر في الشوط الثاني. نعم، أظن بأنه سوف يبدأ بعملية الإحماء مباشرة كريستيانو، وسوف يشارك حالما يستطيع، والبرتغال سوف تحاول بالتأكيد أن تعدل النتيجة، وسيتركون الكثير من المساحات المغرب. سوف نشاهد شوط ثاني جميل جدا. نحن بحاجة لهدف ثاني محمد. عشان كده الهجمات المرتدة في الشوط الثاني هيبقى فيها المساحات الموجودة، زي ياش مع بوفال مع يحيى مع حكيمي. اعتقد ان الشكل الهجومي هيبقى شكل فعال، بس لازم التركيز، والتركيز الاهم والاكثر يا محمد في الناحيه الدفاعيه، لانه هينزل رونالدو. مع رونالدو هتلاقي دالوت وجيريرو الاثنين موجودين، الظاهرين هيلعبوا كرات عرضيه كتير. سايس والمدافعين لازم يتمركزوا كويس، وخاصه مع رونالدو في الكرات العرضيه وتمركزه الجيد. الايقاع هيبقى اسرع بالنسبه للمنتخب البرتغالي، والضغط المتوقع هيبقى اشد، فلازم الصبر وعدم ارتكاب اخطاء واستغلال الهجمات المرتده بالنسبه للمنتخب المغربي. شكرا لمحللي بي ان سبورتس. بعد ان شاهدنا الشوط الاول الذي ارتقى فيه نصيري الى نقطه وصلت الى 278 سنتيمترا، هي نقطه التقاء راس نصيري بكره الرحله للاعب الذي يبلغ طوله 1.89 سنتي نصيري